لو عمل كده او ده اللي بيحصل تبقى الجوازة مش هتكمل. مخطوبين وكل ما يقرب ميعاد الجواز تخافوا وتبدأوا تسألوا نفسكم هو احنا اخترنا صح ولا دي مجرد فرحة البدايات والحياة الجديدة؟ تعالوا وانا اقول لكم تعرفوا ازاي. اول حاجة لازم تسأليها لنفسك هو ده الشخص اللي انا هبقى فخورة وفرحانة وانا بقول للناس ده جوزي وابو ولادي؟ لو الاجابة لا اهربي فورا. وانت كمان لازم تسأل نفسك سؤال مهم بعد الجواز والخلفة لما شكلها يتغير وشعرها يبقى منكوش، هتقبلها واعرف احبها ولا هبقى زعلانة على التغيير اللي حصل؟ ولو الاجابة مش وكل اللي عاجبك شكلها وشعرها ولبسها يبقى راجع نفسك في الجواز. لما بتختلفوا بيبقى مفيش احترام وفي اهانة ومد ايد واحنا لسه على البر يبقى تطفشي فورا. ولو كل حاجة بيعتمد فيها على بابي ومامي ومفيش شخصية ولا قرار بياخده يبقى مع السلامة، باي باي. وحاجة أخيرة، لو طموحاتكم في الجواز مختلفة وأهدافكم مختلفة وكل واحد ليه سبب معين في الجواز غير التاني، عيدوا نظر في الجوازة قبل ما تبقى طلاق. أنا نرمين لطفي وده بيتك ومطرحك.